كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص كمان كام يوم. من أكتر الأسئلة اللي بتتسأل في رمضان: اتمرن إمتى؟ اتمرن قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ خليني أقول لك الأول إن في مصدرين للطاقة، في الجلايكوجين اللي بيجي من النشويات وفي الدهون. الجسم خلال الصيام بيستهلك الجلايكوجين على مدار اليوم. أيوة، يعني برضه اتمرن قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ على حسب الهدف اللي أنت محدده. لو أنت هدفك خسارة الوزن، في الأحسن إنك تتمرن قبل الفطار، ويكون قبل الفطار ب40 دقيقة. انما لو انت هدفك انك تحافظ على الكتله العضليه وعندك الوقت انك تتمرن بعد الفطار، فالاحسن طبعا انك تتمرن بعد الفطار. طب في ميعادين بعد الفطار. ممكن تتمرن بعد الفطار على طول، وساعتها لازم تفطر على وجبه خفيفه تكون فيها نشويات سريعه الامتصاص شكل البطاطس، ويكون فيها جزء من البروتين. الميعاد التاني هو ان انا اتمرن بعد الفطار بساعتين ثلاثه، يعني اصلي التراويح وانزل اتمرن، وساعتها افطر على وجبه متوسطه. طب لو برضه عاوز احافظ على الكتله العضليه لكن ما قداميش غير ان انا اتمرن قبل الفطار، ساعتها اعمل كذا حاجه. برضه هتمرن قبل الفطار ب40 دقيقه،